صباح الخير كل متابعينا الكرام، اهلا بيكم وجولتنا النهارده في فندق كورال بيتش تيران الموجود في شرم الشيخ، 5 دقايق من قاعة المؤتمرات الدولية. ده شكل الاوبن بوفيه الفطار النهارده، وعايزه اقول لكم هو فندق مميز جدا ومنتجع سياحي 4 نجوم للناس اللي غاوية الفخامة والإقامة بطريقة مميزة. الفندق ممتاز جدا، بس عايزة أقول لكم على تفصيلة صغيرة. لو أنتوا حابين تحجزوا دايما في الفنادق وانتوا من هواة السفر والرحلات، أنصحكم بأن انتوا دايما تحجزوا تبع شركة سياحة، وآي ريكومندد شركة ستارز للرحلات. أو لو انتوا عايزين احمد شاكر مسؤول حجز الرحلات تبع الفندق. ليه بقى؟ لان دايما شركات السياحه يا جماعه بتكون واخده كميه كبيره من الغرف، فبيقدروا يوفروا لكم حجز. غير لو دخلتوا دلوقتي على بوكينج وشفتوا سعر الغرفه هتتخضوا من سعر الغرفه على بوكينج. الاوتيل حلو جدا، وده شكل الاوبن بوفيه الفطار. وعايزه اقول لكم ان جولتنا في شرم الشيخ تعتبر ثالث سنه على التوالي، بس الفندق فعلا مميز وقدم لكل الناس الموجودين كل حاجة هم محتاجينها. جميع أنواع السلطات، كل الفرايتي اللي انتوا تتخيلوها واللي لا تتخيلوها في أي فطار كانت بصراحة موجودة. وجبة الغداء نفس الكلام، وجبة العشاء فهو فول بورد 3 وجبات، بلس كمان ان في سناكس ما بين ال3 وجبات، يعني هنشبع طول اليوم. وبالنسبة لموضوع الاكل ده ما تقلقوش خالص، 3 وجبات كاملين وبينهم فقرات مفضلة. وطبعا الفندق يقع على شاطئ صخري مميز. كل الاستاف من اللي عاملين بصراحة ممتازين. جولتنا بقى هوريكم كل حاجة في الأوتيل. ده شكل الحاجات السخنة كمان عندهم، وبصراحة الفندق كان نظيف وكانت إقامة مميزة جدا. اكتر نقطة دايما بتهمني في الفندق النظافة، ودي نقطة كانت مميزة جدا بصراحة في الفندق. وعايزة اقول لكم ان وجبة الفطار عندهم شاملة ووافية، فروت سلطات هتلاقوا، جيلي هتلاقوا، حاجات حلوة ديزرت هتلاقوا. ده شكل الحاجات الموجودة كمان عندنا في فقرتنا التانية. دي وجبة الغداء، حبيت افرجكم برضو وجبة الغداء ورا الفطار، لان هو كان الساعة بيبدأ من الساعة 1، الفقرات بتكون ورا بعضها تقريبا ما بنلحقش نجوع. كان سمك مقلي ولحمه بيكاتا. وعايزه اقول لكم الشيفات كانت لطيفه جدا ومحترمين طول الفتره اللي كنا موجودين فيها في الاوتيل، والاتيتيود بتاعهم لذيذ. ده الشيف باسم عماله بقى بقول له كلام وبتكلم معاه وبشكره طبعا على مجهوده. احنا غرفه 120 وغرفه 121. عايزه اقول لكم احنا بنبدا بالدريسنج، وفي كمان هنا التويلت. بصوا فندق كورال بيتش ريزورت تيران. بصوا الكابينة بتاعته، تمام، كل السبلايز اللي الناس محتاجاها. كل يوم بيتم تنظيف الغرفة، كل الحاجات اللي انتوا شايفينها، الشاشة بوصلات الدش كلها، الهاوس كيبنج بيجي كل يوم ينظف الغرفة. الفيو هنا ممتاز جدا، تمام. انا واخده فيو البحر على طول، والبحر سي فيو. ودي بتبقى المميز صف اول بحر، وهي في نموذج ايه. لو عايزين تحجزوا تقدروا تتواصلوا مع زميلتين في المية على اي فندق في شرم الشيخ، وهكتب لكم رقمه في الديسكريبشن. وتعالوا نشوف الغرفه الثانيه والفيو الممتاز 120 اللي هي برضو صف اول مميز بحر. ودي الشاره بتاعه الفندق كورال بيتش تيران، موجود قريب قوي من قاعه المؤتمرات. ده شكل التويلت التاني معانا. طبعا البشاكير هم عاملين لنا بيها ديكوريشن، تمام. في كابينه برضو ورا الباب. عايزه اقول لكم بقى في ميني بار حاطين فيها الميه بتاعتنا، كل يوم بيجي لنا ازازه ميه. البشاكير بقى هم عاملين بيها الديكوريشن. ده جابر مسؤول الهاوس كيبنج هنا، ولد ممتاز جدا ومجتهد، انا بحييه من خلال الفيديو. ودي اوضه بناتي. واحنا عايزين نقول لكم ان انتوا بيبقى فيه كارت بتاخدوا بيه البشكير بتاع البحر. تعالوا بينا نتفرج على الفيو. كل غرفه لها كارتين، او كارت اذا كانت سنجل او دبل. بتتفرجوا من هنا معانا كده على الفيو. طبعا الفيو خطير، والريزورت فيه اكتر من 3 حمامات سباحه، وكل حمام سباحه اكبر من التاني. تعالوا بينا نكمل حديثنا. موجوده في الغرفه
طبعا الفطار اوبن بوفيه، الغدا اوبن بوفيه، العشاء اوبن بوفيه. الفطار من 7 ل 10 والغدا من 12:30 لغايه الساعه 2:30 والعشاء بيكون الساعه 7. بلس بقى في حاجه امبورتنت قوي عايزه اقول لكم عليها، ان احنا في الفترات اللي هي ما بين العشاء والغدا في سناكس على البيتش. بعد ما بننزل البيتش بنعمل دايفنج او سنوركلينج، بنقدر ان احنا ناخد اي سناكس احنا عايزينها على البيتش او على البار الموجود على البسين. عايزه اقول لكم ان الجو تحفه في شرم الشيخ. لو جيتوا شرم الشيخ حاجتين لازم تعملوهم، ان انتوا تدوروا على شاطئ صخري يكون فيه شعاب مرجانيه كتير عشان تتفرجوا عليها. تاني حاجه تعملوا دايفنج وتعملوا الرحله البحريه، لان هي من اكتر الحاجات اللي بيتميز بيها البحر الاحمر. وزي ما قلت لكم لو عايزين تحجزوا تقدروا تتواصلوا مع مستر احمد، وبشكره من خلال الفيديو جدا على مساعدته ليا وتعاونوا معايا وتعبتوا جدا طول رحلتنا. واتفرجوا معانا على بقيه الفندق، ريفيو منتجع ممتاز جدا في شرم الشيخ، كورال بيتش تيران الموجود بالقرب من قاعه المؤتمر. ابدع النهارده وعمل لنا فراخ مشويه. شوفوا شكل الفراخ، يا حركاتك يا تركاتك يا شيف عبد العزيز، بجد منور فندق كورال تيران بيتش. هو منور بالشيفات وجميل بالشيفات والله، وتسلم ايديكم. وكانت اقامه سعيده بجد بجد، وتسلم ايديكم. كان كل البوفيه جميل، شيف باسم، شيف احمد، كل طقم الشيفات والاستاف اللي موجود. والله واحنا تشرفنا بوجودكم، ونتمنى نشوفكم تاني على خير باذن الله. ليك ميرسي، انتوا ستاف كله زي العسل والله. ربنا يوفقكم ويكرمكم كلكم يا رب. كل الشيفات منورين. مستر حمدي وهل يخفى القمر؟ لا هاخدك في اللقطه دي، هاخدك. مستر حمدي الجندي المجهول في الريسبشن اللي انا تعبته علشان اقامتي مش بتبقى اي اقامه في اي اوتيل وانتوا عارفين. نورت لنا مستر حمدي، واقامه جميله في فندق تيران بيتش. مش اول مره ليا في شرم الشيخ، بس بجد مختلفه بيكم. نستناكي تاني على ان شاء الله. ثانك يو ليكم كل متابعينا على وكل الاستاف الجميل ده هتيجوا تلاقوه، هتلاقوا الفندق جميل بكل الاستاف ده. شكرا ليكم جدا وميرسي، وشكرا على تفانيكم في العمل وكلكم مجتهدين. ده اللوبي بار اللي كنا بندخل نشرب فيه اي مشروبات احنا عايزينها فري ما بين الوجبات. هو كان بيقفل بالليل الساعة 10 علشان الناس كانت بتنام وتقوم بقى بدري من الساعة 7 للفطار. وده البسين بصراحة كان شيك جدا وعجبني، وكنت دايما كل كده شوية ادخل اشرب اي حاجة درينك بقى فري. فده شكل الاوتيل وجولتنا فيه كانت مميزه. زي ما قلت لكم هو منتجع كبير جدا وعباره عن 4 مراحل. من الاماكن بصراحه اللي انا استمتعت فيها جدا، خضره وزرع وبسين وبحر ودايفنج وسنوركلينج، فتجربه لطيفه قوي. انصحكم ان انتوا لو احتجتوا اي حجز في الفندق ده تكتبوا لي بس في كومنت، وانا هوصلكم بزميلي العزيز مستر احمد شاكر مسؤول الحجز في الفندق. بيكلف كام؟ يعني وجبة الغدا 200 جنيه للفرد، الفطار 100 جنيه، العشاء 100 جنيه، وحوالي 400-500 جنيه لحساب الغرفة، فمعقول. تكلفة اليوم في شرم الشيخ تقريبا من 800 جنيه لحوالي 1000 جنيه لو انت نازل في فندق 3 أو 4 نجوم فيما أكثر. ده غير الرحلات اللي هي الدايفنج والسنوركلينج دي بتكون بفلوس تانية بره حساب الفندق أو